والبنت اللي بتتأخر بره البيت ربنا بيغضب عليها. ده انت بتعملي كل حاجة عكس اللي ربنا قالها لك، مع ان هي بتعمل كل حاجة عكس اللي اهلها قالوها لها، مش اللي ربنا قالوها لها. راجل بس عنده اوتوريتي اكتر وامكانيات اكتر، فانا مش هشيل ذنب حد ولا حد هيشيل ذنب ان علاقة ربنا ان هو دايما زعلان مني. الحلقة دي هتكون دسمة شوية ومش شرط تكون لأي حد. انا اهم حد في حياتي وجاي اعيش في الدنيا تجربتي انا. ما اقدرش اغير حاجة في الحياة غيري انا، بس في نفس الوقت أنا ولا حاجة. أنا جزء من كل أنا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعي بس كله من نفس المصدر. أنا ناوية أستمتع بحياتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست وأنا يارا. بالمناسبة الحلقة دي هتكون دسمة شوية وممكن تثير جدل ومش شرط تكون لأي حد، وأنا متفهمة جدا لو أنتم مش جاهزين لسه تسمعوا الكلام ده. عادي جدا، ممكن تعملوا سكيب للحلقة ولا كأنكم شفتوا أي حاجة. بس لو بنشتغل على الوعي بتاعنا هيوصل لكم اللي أنا عايزة أقوله بطريقة صح وهينور لمبات كده في دماغكم. وبرضو قبل ما أبدأ، أنا مسؤولة عن كل كلمة بقولها، مش محتاج أي حد ينصحني يقولي ما تتكلميش في الدين، عشان مش من حق أي حد إنه يقول لأي حد إنه ما يتكلمش في الدين. ربنا ما قالناش ان احنا محتاجين نكون دارسين حاجة عشان نتكلم في الدين بتاعنا اللي نتحاسب عليه. انا بودكاست بتاعتنا انا اللي هتحاسب، انا اللي ربنا اداني حرية اختيار، وانا اللي ربنا هيحاسبني على استعملت عقلي ومخي ازاي وعرفت افهمه واوصل ليه ازاي. وزي ما انا هتحاسب على افكاري وكلامي ومعتقداتي، اي حد بيتفرج عليا ومتلقي الكلام ده كذلك. خدعوك فقالوا ان لو الشيخ افتالك بفتوى وانت سمعت كلامه، هو اللي هيتحاسب وهو اللي هياخد الذنب مكانك، عشان هو اللي افتالك بده بالعلم اللي عنده. مفيش حاجة اسمها كده، كل حد بيتحاسب عن أفكاره وأفعاله. حتى لو أي حد قالك أي حاجة حلال أو حرام، والله الاختيار بتاعك حسب فكرك وحسب قناعاتك، وربنا هيحاسبك انت على اللي انت اخترته. فأنا مش هشيل ذنب حد ولا حد هيشيل ذنب. يعني لو أنا قلت أي حاجة صح أو غلط في وجهة نظركم، عملتوها أو ما عملتوهاش، أنا ماليش دعوة. إن ده كلامي واللي أنا هتحاسب عليه. انتوا هتتحاسبوا على انتوا خدتوه ازاي، فكرتوا فيه ازاي، وعملتوا ايه وتدبرتوا زي ما ربنا امرنا، ولا خدتوه مني عمياني. فاتمنى يكون ده واضح لاي حد هيتفرج عليا. وزي ما قلت، لو انتوا لسه مقتنعين ان الدين ما ينفعش يتاخد غير من شيخ معاه شهاده، انتوا مش جاهزين للحلقه النهارده. الحلقه هتكون دايما موجوده لو حابين ترجعوا لها، بس ممكن تكونوا انتوا دلوقتي مش مستعدين او مش متقبلين الفكر ده. طيب ليه انا اصلا بتكلم في الدين؟ مش علشان ابريتش، مش علشان انا شيخه، مش علشان اي حاجه، علشان الدين intertwined قوي في حياتنا، بالذات كمجتمعات عربيه واسلاميه. مهما كنا بنقول لنفسنا ان انا مش متدين وانا معليش في الدين قوي وكده، الدين مأثر جدا على حياتنا اليوميه حتى لو احنا مش مدركين ده. فتصليح علاقتنا بربنا وبالدين مش معناها قوم صلي وخلاص كده. انا هقرب من ربنا قوم صلي، مش ده اللي انا قصدي بيه. لما نصلح علاقتنا بالاله وبالدين، احنا نفهم يعني ايه. عندنا معتقدات كتير قوي غلط، عندنا حاجات كتير قوي جايه من عادات وتقاليد جات لنا باسم الدين، وعشنا شايلينها فوق كتافنا، محملينا ذنب 24 ساعه. بنعمل حاجات في يومنا حاسين بالذنب، والشعور بالذنب من اوحش المشاعر اللي ممكن بني آدم يعيشها في حياته. ما بالك هو مش مدرك ان هي عنده وهي في اللاواعي بتاعه. الهدف من الدين هو ان احنا نكون بني آدمين سويين، مرتاحين، مبسوطين، كويسين مع بعض، بنصلح في المجتمع، بنتقدم، ما بنأذيش حد ولا حاجة، بننهض كلنا. سلامتنا النفسية دي على فكرة من أهم أساسيات الدين. يعني أنا لو بقول إن أنا شخص متدين جدا بس أنا حالتي النفسية وحشة جدا طول الوقت، يبقى أنا بتبع دين غلط أو دين موازي. فالدين وجوده هو لينا مش ضدنا. الشعور بالذنب عكس ده تماما. الشعور بالذنب بيكونتراديكت الصحة والسلام النفسي، لأنه أنت كأنك حاطط جبل على خانقك كده، عايش بيه كل يوم في أبسط الحاجات. يعني هديكم مثال صغير وبعد كده نرجع تاني اللي أنا عايزة أقوله. بس المثال الصغير، أنا قعدت سنين كتير في حياتي مثلا حاسة بالذنب في اللاواعي، أنا مش مدركة إن أنا حاسة بالذنب، بس في حاجة تقيلة على قلبي عشان مثلا بحط برفيوم بسبب حديث إن أنا زانية. لو الست كمان، مش بس البني آدم، الست اللي حاطة برفيوم زانية. صدقوا عايزين تصدقوه،
أنا مش هاقبلها على الرسول بتاعي إن هو يبقى قال حاجة زي دي فيها سَب وفيها رمي محصنات وفيها تشبيه بحاجة زي دي عشان حاطة perfume، وتيجي بقى الشيوخ تزوّد وتقول لو راجل شمّها، لكن لو راجل ما شمّهاش في أحاديث كتيرة جات لنا مش صحيحة ومش حقيقية والرسول لا يمكن يكون قالها، وأنا ربنا هيحاسبني على عقلي اللي استعملته. أنا عندي كتاب ربنا وكلام ربنا اللي بارجع له في كل حاجة. أي كتب تانية دي فيها مجال للغلط، لإن دي كتب بشرية كلها ومنقولة عن من آلاف السنين، فوارد إن يكون فيها غلط. دلوقتي أنا لمّا أصدّق عن سيدنا محمد إن هو قال كده، دي بالنسبة لي حاجة مهينة جدًا، أنا كيارا ما أقبلهاش. وبالتالي حاجة سمعتها وأنا صغيرة اتقالت لي عن ديني، أنا مش باعملها، ما أنا باحط perfume still، يعني أنا باعمل حاجة عكس اللي أنا اتقالت لي إن ده غلط، فعايشة سنين حياتي كلها الذنب إن أنا باعمل حاجة غلط تزعّل ربنا. ونيجي لتاني أهم نقطة أو أهم نقطة أصلًا، إن إحنا بنتعامل مع الإله، مع ربنا بفكر بشري. بنتصوّره غصب عننا، علشان لمّا وإحنا صغيّرين لمّا أهلنا جُم يفهّمونا يعني إيه ربنا ويعني إيه إله، كانوا لازم يبسّطوا الطريقة، فكان يقول لك إيه، لو عملت كذا ربنا هيزعل منّك، على أساس إن ربنا ده حد، يعني بني آدم زي بابا هيزعل منّك، ده إحنا لمّا بابا بيكون زعلان منّنا بنكون متضايقين، ما بالك لمّا حد يقول لك إن الإله اللي خلقك زعلان منّك، وخلّي بالك إن أنت في حالة بابا أنت ممكن تتكلّم مع بابا، وبابا ممكن يقول لك إن هو سامحك، بس أنت مع علاقتك مع ربنا اللي هي أكبر وأشمل بكتير من علاقتك بباباك، لو قُلت استغفر الله العظيم يا رب وأنت فهموك إن أنت كده خلاص استغفرت وكده خلاص تمام، أنت ما عندكش reassurance إن ربنا قال لك والله خلاص تمام، فأنت طول الوقت بتعمل حاجات منها الغلط فعلًا ومنها اللي أنت فاكره غلط، وعايش في constant إحساس بالذنب، والإحساس بالذنب لمّا بيزيد وبيكتر وبيستمر بيقلب بshame، بدل ما تقول أنا عملت حاجة وِحشة، بتقول أنا وِحِش، وبتشيل ده خلاص بتحط على نفسك label إن أنت شخص وِحِش. أنا هاعمل دلوقتي تشبيه أنا أصلًا ضده بس عشان أفهّمكم نقطة معيّنة. أكيد شُفتوا أمثلة قدّامكم لشخصين، حد أهله متشددين جدًا، ما عندهمش نقاش، عندهم الصح والغلط في مُخّهم حاجة واحدة، ولو الطفل عمل حاجة غلط بيبقى في بقى عقوبات شديدة وفي زعيق وفي ضرب وفي خوف ورهبة، وأهالي تانية بتكون متفهّمة جدًا مع ولادها وبتتكلّم معاهم وبتسمعهم ولو غلطوا بييجوا الأولاد بتطلع ما عندهاش مشكلة أو مش خايفة إن هي لمّا تغلط تروح تتكلّم مع أهلها، وبتلاقوا فعلًا اللي بيغلط ويروح يتكلّم مع أهله مش شايل هَم إن هو يروح يعترف لأهله مهما كان غلطه كبير، وعارف إن هُم هيسامحوه وهيسمعوه وبيغلط ويرجع زي أي بني آدم طبيعي خلقه ربنا. meanwhile الشخص اللي بيبقى خايف يتكلّم من أهله، خايف جدًا يحكي لهم اللي حصل وخايف يقول لهم لو هو في ورطة وكده، بتلاقوه بيتمادى أكتر وأكتر بفكر ما هي كده بايظة، ما هو أنا كده وِحِش، ما هو أنا كده عكيت الدنيا، ولو قُلت لهم هاتبهدل وهيبهدلوني وهتبقى يوم القيامة، فأنا مش هاقول، أنا هاخبّي وأنا هابعد وهاغلط وهاغوص في الغلط أكتر. الحالة التانية دي هي معظم الناس ومعظم الأجيال at least اللي أنا شايفاها حواليّا في علاقتهم مع ربنا، هم كبروا بيتقال لهم ربنا هيزعل، ربنا ما بيحبش اللي بتعمل كذا، ربنا ما بيحبش اللي بتعمل كذا، حاجات كلّها متألفة، حاجات كلّها على فكرة مش في القرآن وحاجات كلّها بتبقى mainly والله على الست أكتر، وحاجات الحاجة التانية حقيقية، بس أنا باتكلم على الحاجات الصغيرة اللي هي إحنا بنعملها وإحنا مش حاسين إن إحنا شايلين الذنب بتاعها جوانا، ومش واخدين بالنا إن ده بيأثّر على صحتنا جسديًا ونفسيًا الاتنين. فأنا رسّخت في عقل طفل وإن هو بيكبر كده إن ربنا هيزعل لو أنت حطيت الشبشب على ضهره، والبنت اللي بتتأخّر برّه البيت ربنا بيغضب عليها، والله العظيم أنا أعرف بنات بجد بيتقال لها كده، وبجد بتوصل لسِن تبقى بالغة معاها عيالها، ولمّا بتتأخّر برّه البيت حاسة بالذنب وهي مش فاهمة ومش مُدركة إن ده بسبب اتقال لها وهي صغيّرة. خلطنا الدين بباباها عايز يربّيها إزاي ويقول لها إيه، فخوّفها من إيه، بإن هي عايشة حياتها اليومية بحاجة كلكعة هي مش مُدركة إن هي موجودة أصلًا، فده ينفّر الناس من الدين، وبدل ما تبقى هي عايزة تقرّب من ربنا وتفهم علاقتها مع ربنا دي عاملة إزاي والّا المفروض تبقى عاملة إزاي، هي جواها بيقول لها أنتِ كده وِحشة، ده أنتِ بتعملي كل حاجة عكس اللي ربنا قالها لِك. مع إن هي بتعمل كل حاجة عكس اللي أهلها قالوها لها، مش اللي ربنا قالوها لها. فرحلتي في الأنا كانت عشان أقف وقفة كده وأقول
غير علاقتي مع نفسي اللي أنا فهمتها من خلال عيون الناس، هل دي حقيقية والّا لأ؟ علاقتي مع ربنا كمان، هل هي حقيقية أنا فاهمة وحاسة بيها، والّا أنا بالعب تليفون خربان، عندي كمية معلومات مغلوطة اتنقلت لي من مدرسين، من أهلي، من صحابي، من أمهات صحابي، وكلها داخلة في بعضها مخلياني عايشة في الشعور بالذنب ده 24 ساعة. أنا قاعدة كده ما باعملش حاجة حاسة بالذنب، عشان في حاجة أكيد أنا عاملاها غلط. مرة صاحبتي جت قالت لي: أنتِ عارفة إن البنت اللي بتطوّل ضوافرها الشيطان بيبقى قاعد جواها؟ بجد هي مقتنعة بكده ومامتها مفهماها كده. ده مش دين، يعني اتفقوا واختلفوا زي ما أنتم عايزين معايا، ده مش دين، ده تخاريف. ما اعرفش مصدره إيه، لكن وارد أوي تكون الأم مش عايزة بنتها تطوّل ضوافرها فبتخوّفها، بتقول لها إن ربنا ما بيحبش ده، إن الشيطان اللي هو إحنا كلنا ما بنحبوش وكلنا عايزين نبعد عنه ومش عايزين ده في حياتنا، هيبقى قاعد جوه الضوافر دي. فلما تكبر وتبقى عايزة تطوّل ضوافرها أو مش عايزة، هي حرة، بس دايمًا حاسة إن هي دي حاجة هتزعّل ربنا منها، ودي حاجة مهينة جدًا للإله، لإن الإله هو ربنا قال لنا إن هو إحنا ما نعرفش نتخيّله أو نفهم هو عبارة عن إيه. فلمّا نقارنه أو نشبّهه بمواصفات بشرية بتغضب غضبنا، وبتلوم اللوم بتاعنا، وبتعاتب بطريقة بتاعتنا، وزعلانة منّي بالطريقة بتاعتنا كإن بابايا اللي زعلان منّي، ولو هندخّل صفات بشرية فمهما كان في مغفرة، هو أكيد بقى ربنا هيزهق. ما أنا لو بازعّل صاحبتي منّي كل شوية، والّا خلّينا بابايا عشان بابايا في رمز الauthority يعني، فده أكتر حاجة بنشبّهها في مُخّنا، أو مُخّنا بيحسّسنا، أو رئيس جمهورية أو حد سُلطة. إحنا بنشبّه الإله ده بإن هو بشر وmost probably بيكون راجل غصب عننا علشان استعمال كلمة أو لفظ هو في القرآن. فمُخّنا وعشان الشيوخ كلّهم رجالة، وعشان اللي فسّروا الدين رجالة واللي نقلوا كل حاجة رجالة، فإحنا بقى عندنا دايمًا الدين جاي من راجل بس عنده authority أكتر وإمكانيات أكتر، ممكن يعمل بيكون فيكون، فعنده إمكانيات. والفكرة دي غلط، غلط خالص، خالص من كل النواحي، ظلم لينا وظلم للإله، يعني هي غلط من كل النواحي. بس أنا قصدي إن إحنا بقى فلمّا نرجع نفكّر فيه إن هو بالتفكير البشري، لمّا نحُط اسم زي اسم الغفور، زي ما كنت باقول لكم، لو أنا كل شوية أغلط وبابايا عمّال يسامحني، ما أنا في مُخّي إن أكيد بابايا هيزهق، ما هو تاني بقى أنتِ. فلمّا نفكّر كده مع الإله، ظُلم ليّا وظُلم ليه، لإنه هو مغفرة ما لهاش حدود وما لهاش ما لهاش quota. أنت مش مشترك في باقة مغفرة هتخلص بعد عدد سنين معيّن، أنت بتتكلّم مع الإله، مع اللي خالق الكون ده كلّه، مع الدنيا ماشية بsystem ما فيش أي بشر ممكن يعمل حاجة بالطريقة دي. وارجع تاني واقول لكم أنا مش بالومنا، إحنا عشان نبسّط الدنيا على بعض وعلى ولادنا وعشان نشرح وندّي أمثلة وكده، كان لازم نخلّي يعني تبقى زي قصة. بس للأسف دي عملت more damage أو بوّظت العلاقة مع ربنا عند ناس كتير جدًا، وبقوا عايشين في الدنيا ماشيين حاطين على كتفهم أو على قلبهم على صدرهم الشعور بالذنب والشعور بالخَذَل مش خَذَل، shame، خَذَل، مش عارفة الترجمة هاكتبها هنا عشان والله يا مُخّي بس ساعات بيعلّق، مش إن أنا من Egypt ولا حاجة، أنا من Egypt بس يعني العربي بتاعي كويس مش وِحِش. فمن أسامي الله الغفور والرحيم والقريب والواسع والكريم واللطيف، أول ما ناخد الأسامي دي نفكّر فيها على بشر هتفقد عظمتها. ممكن حد يكون كريم، ده ما يبقاش fraction من الكرم اللي عند الإله. فأنا إن علاقتي تكون بربنا إن هو دايمًا زعلان منّي، ودايمًا هو مش ربنا مش محتاجني في حاجة خالص. خلّينا متفقين إن الإله اللي خالق البشر والكون والسماوات والأرض وكل الحاجات دي مش محتاجني، ده لمصلحتي، ده هو بيقول لي: "بُص يا بني آدم، ده الصراط المستقيم، عرفت تتبعه هتبقى أنت في أحسن حال وفي أحسن صحة وعايش مكرّم، سعيد، مرتاح، مبسوط، وعايش في جنة على الأرض قبل الآخرة. هتشِت عنّه أنت اللي حياتك هتبوظ، فوالله أنت عايز تعمل الغلط اعمله، ما هو في الآخر هو اختيار." طيب إيه الغلط والصح بقى؟ كل الحاجات اللي في بالي اللي أنا قصدي عليها في إن إحنا اتربينا على الرهبة منها وهي ما لهاش أساس من الصحة،
لا موجودة في القرآن ولا هتفرق في حاجة ولا هتفيد ولا هتضر. يعني طوّلت ضوافري، شِلت ضوافري، حطيت perfume ما حطيتش perfume، دي حاجة بقى ربنا هيحاسبني عليها. لكن الإسلام الحقيقي اللي ربنا فعلًا كان يعني الmanual نزل عشان نوصل له، هو السلام، هي نفس الكلمة، هو السلام، هو الإصلاح، هو إقامة العدل، هو عدم الأذى. يعني ما فيش أي حاجة تُقارن بإنك تأذي شخص. لو أنا عملت حواجبي مثلًا، يعني فكّروا فيها إن أنتم عايشين بذنب إن أنتم عاملين حواجبكم، لكن في ذنوب تانية آآ بتأذي ناس تانية بنستهونها، عشان ما كانتش دي الfocus بتاع برامج الدين والحاجات دي والشيوخ والكلام ده كلّه مركّز على حاجات بجد سطحية وتافهة، وربنا ما ذكرهاش أصلًا. يعني نختلف نتّفق ده topic تاني، كل حد وليه اعتقاداته ومش دي اللي أنا جاية أناقشها. اللي أنا جاية أناقشه إن أنت ما ينفعش تكوني مثلًا شخص بيوقّع بين الناس، ولمّا تيجي تقولي أنا هاقرّب من ربنا، تقومي مثلًا تشيلي nail polish. فاهمين قصدي إيه؟ يعني ربنا دايمًا بيأمرنا بإن إحنا نعمل أعمال صالحة. إنِّك شِلتِ الnail polish ده مش عمل صالح، مش هيفرق في حياة أي حد خالص. لو عملِك ده شايفاه بيرضي ربنا اعمليه، مش باقول لِك ما تشيليهوش أو شيليه، مش ده اللي باناقشه. بس العمل الصالح فعلًا هو جاي من الصلح، جاي من إصلاح. أنتِ شايفة فساد وبتحاولي توقّفيه، أنتِ مش بتطلّعي إشاعة على حد ولا بتساهمي في نشرها، أنتِ بتعملي شغلِك بضمير، أنتِ ما حاولتيش تاخدي حق حد، أنتِ ما حسدتيش حد، ما حقدتيش على حد، أنتِ وجودِك نافع مش ضار. دي الحاجات اللي لمّا باتكلّم فيها عن إنك تقرّب من ربنا وتصلّح علاقتك مع ربنا، دي الحاجات اللي فعلًا بتشوفوا الرزق جاي إزاي، والسلام النفسي والتطوّر والفُرَص. لمّا كنت باتكلّم على إن أنا مش باخاف على ولادي بالطريقة اللي الأمهات بتخاف بيها على ولادها ومسلّمة أمري لله، وكنت باقول إن أنا باشتغل على علاقتي مع ربنا، مش باشتغل على الexternal factors. يعني مثلًا مش باوسوس من البيسين والتحرُّش عشان أنا ما أقدرش أتحكّم في كل الحاجات دي، ما عنديش أي تحكُّم، صفر تحكُّم. عندي تحكُّم في علاقتي مع ربنا. فجالي السؤال ده كذا مرّة، يعني إيه بتقوي علاقتك مع ربنا؟ وإجابتي هي دي، مش أصلّي أكتر. يعني دي حاجة ودي حاجة، دي عبادات ودي عبادات، بس اللي فعلًا بيفرق، اللي أنا لاحظته بيفرق يعني في حياتك على الأرض، هي إن أنت دايمًا تحاول ما تأذيش أي حد، تصلح في اللي حواليك، تبقى أنت مصدر فعلًا للنور للناس، إن أنت فعلًا أنت صريح يعني أنت صريح وواضح، ما فيش نوايا تانية لأفعالك، وما فيش حاجات خبيثة، وما فيش تمنّي حاجات وِحشة لحد تاني. كل المشاعر دي فعلًا بتعود عليك أنت بالسلب قبل الغير. في دلوقتي دراسات بجد بتثبت إن أنت لمّا تنِم على حد أو تنتقد حد أو تتريق على حد، الeffect بتاعها عليك أنت أقوى من على الشخص ده. يعني أنت انتقدت حد، مُخّك هيستوعب إن الحاجة دي فيك أنت، أنت بتفكّر في المشاعر ده، فكأنك أنت بالضبط اللي عندك الحاجة دي. مُخّك مش مجمّع إن أنت بتتكلّم عن حد تاني، كإنّك بتتكلّم عن نَفْسك، فبتجلبه لنَفْسك أكتر، والحاجة اللي أنت مش عاجباك دي هتزيد فيك أنت. فشوفوا إحنا بننِم على الناس قد إيه، بننتقد الناس إزاي، وبنعلّق للناس حبل المشنقة إزاي. وأنا ما عنديش شَك إن اللي بيتفرّج عليّا طبقة معيّنة من الناس، واللي هي ممكن تكون شبهي، أو يعني تفكيرنا شوية رايح في نفس الحتّة، فمش شرط تكونوا أنتم بتعملوا الحاجات دي. بس بُصّوا على المجتمع بقى عامل إزاي، بُصّوا على السوشيال ميديا مورية بشاعة الناس إزاي، ومورية السواد اللي جوّه قلب الناس إزاي. يوم نعلّي حد وفي ثانية نشمت فيه شماتة مش طبيعية، والناس كلّها مديّة لنفسها استحقاق إن هي تحكم على الغير، وتشوف إن هي نفسها أحسن على لا، لا، لأ، لأ، بجد السوشيال ميديا بجد لمّا باقرا الcomments وباشوف مصايب الناس والناس فرحانة فيها إزاي، باشوف كمية غِل وسواد. ده ما لوش أي علاقة بالدين، ده مستحيل حد يبقى عارف ربنا، عارف عنده علاقة مع ربنا حقيقية ويكون كده، وده بقى أغلب الشعب.
او الاغلبيه اللي ظاهره على السوشيال ميديا. اكيد لو ان في ناس كويسه وكل حاجه، بس لما يكون ده حال البلد ككل، ونشوف نعمل زوم ان على ال ال ان فكر الناس في الكومنتس بالطريقه دي، نعرف المشكله جايه منين. المشكله مش في ان انا فاتني العصر النهارده. المشكله اعمق من كده بكتير، وده الدين الحقيقي اللي احنا سبناه وخدنا لاير سطحيه كده، وعملنا علاقة توكسيك جدًا مع فكرة البني آدم والإله. وبقى الواحد برضه حاجة شُفتها كتير أوي على فكرة، إن لمّا بالاقي أي content creator زميل بيتكلّم عن حاجة في فيديو وعنده رأي عايز يقوله، لازم يدّي disclaimer: أنا مش شيخة يعني ومش دارسة، لكن رأيي إن ده حاجة غلط. هو يا جماعة دي فطرة، هو أنا مش لازم أكون شيخة، ليه فهّمونا إن لازم أكون عشان أتكلّم عن ديني أكون دارسة؟ أنتِ مش شيخة، بس أنتِ بشر من لحم ودم وجلد وعقل ربنا خلقِك، أكيد فاهمة إن ده غلط. لمّا تقولي إن ده غلط ده مش حاجة عيب، مش محتاجة تبقي معلقة شهادة ورا كده تقولي إن أنتِ دارسة في جامعة كذا عشان أقول إن ده يا جماعة غلط. خلي بالكم، أنتِ بتقولي حاجة عشان أنتِ شايفاها غلط، واللي يسمعِك يسمعِك، اللي شايف إن هي صح يعملها، واللي شايف إن هي غلط ومقتنع بكلامِك يعملها. وهي دي حرية الاختيار، إن اللي عنده رأي عايز يقوله يقوله. طب ما هو السوشيال ميديا دلوقتي بقت كلّها آراء، واللي عامل فيها فيلسوف واللي عامل فيها دكتور، واللي عامل فيها أي حاجة، وكلّه بيقول رأيه. اللي بيسمع هو اللي عليه اللوم، مش اللي بيتكلّم. اللي بيتكلّم يتكلّم، عنده كاميرا وعايز يقول حاجة يقولها. اللي بيسمع لازم الحاجة تخُش هنا يتعمل لها processing وبعد كده تطلع. فحاجة تضايقني إن كل ما شاب أو شابة ييجوا يتكلموا عن حاجة في الدين لازم يقولوا: هو أنا الصراحة يعني ما ليش في مش متعمقة أوي في مواضيع الدين دي. إيه مواضيع الدين دي؟ يعني ليه عملنا الدين كأنه درس science؟ أنا والله مش كويسة في البيولوجي يعني، أنا مش هامتحن في الآخر في البيولوجي، أنا هامتحن في الدين، أو هامتحن في أخلاقي، أو هامتحن في شخصيتي، أو في اختياراتي، أو في حياتي عملت بيها إيه. فلأ، أنا مش محتاجة أكون دارسة أي حاجة معينة، أنا محتاجة أكون فعلًا خالصة نيّتي إن أنا مسلّمة حياتي ليك يا رب، باعمل الصالح. يعني هي علاقة من ناحيتين. فأنتم لمّا بتكون النيّة بجد صافية، بتحسّوا إن أنتم فعلًا ماشيين في الطريق الصح، ولو مش واصلين للسلام النفسي ده يبقى في حاجة غلط. ده وجهة نظري الشخصية جدًا. وحاجة تانية بتجنّني برضه فكرة إن لمّا حد يقول رأي يعتبر جريء في أي قضية من قضايا الدين، والناس تطلع تقول لك بس ده بيضل الناس وهيبوظ الإسلام. هو الإسلام ده أكبر بكتير قوي من إن أي حد عنده كاميرا ومايك يبوظه. يعني إبليس نفسه ما عرفش يبوظه، بيحاول. فإن حد برأي وبمايك يضل الأمة الإسلامية ويشتتها بأفكاره الغريبة دي وينجح في كل ده، فهو عمل دور إبليس شابوه. يعني لو هو قدر يعمل كده أنا أحييه إن هو عنده السلطة دي أصلا، مش إن هو شخص وحش. فمفيش حاجة اسمها إن حد هيضل. والله أنا لو بقول رأي غريب جدا بالنسبة لكل معتقداتكم عادي، ولا ليا أي لازمة. أنا عبارة عن ولا حاجة، ما هو ده غرض البودكاست. أنا ولا حاجة، أنا واحدة بتتكلم. اللي عايز يسمع ومقتنع في حاجة في مخه بتقول له في حاجة صح في حاجة غلط، دي حاجة بتاعته. اللي شايف ان ده لا 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 ما يتفرجش. بس مفيش حاجة اسمها ان حد هيضل الناس، ده مش سحر. يعني مش حاجة اسمها ان انا في حد هيبقى قاعد بيقول كلام غلط عن الدين وبيضل الناس. لو الناس عندها قابلية يبقى في حاجة أكبر من الكلام ده، والكلام ده أصلا بتحصل. سؤالي ليكم النهاردة: إيه أكتر معلومة مغلوطة حسيتوها toxic أوي لمّا كبرتوا وفهمتوا اتقالت لكم عن ربنا أو عن الإله؟ وأشوفكم الحلقة الجاية.